السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. سؤال فجائي: إلا تعرض فيكم شي واحد للحقرة، واش كتسمحوا في حقه ولا كتردوها كيف ما تنقولوا بالدارجة المغربية بالثانية والمثنية؟ هاد القصة اللي غادي نعاود لكم دابا وقعت تقريبا قبل 100 عام، وبالضبط 1919، اللي هو التاريخ ديال واحد الرحلة قام بها واحد الملك هندي للندن، عادي كأيها الناس، كجميع رؤساء الدول وملوكها، كي ياخدو واحد الفترة من الزمن سنويا تقريبا، ياخدو الكونجي ديالهم كل وين كيمشي. هاد الملك صاحبنا ديال هاد القصة ديال اليوم قرر في 1919 أنه يقضي العطلة ديالو في لندن. وفي واحد النهار من الأيام ديال هاد العطلة خرج كيدور في الشوارع ديال لندن بوحدو، بلا حرس خاص، بلا موكب، بلا حتى شي حاجة معاه. فلقى واحد المحل ديال الشركة البريطانية المعروفة ديال السيارات رويز رويس. فعادي دخل بغا يشوف إلا كاين شي سيارة جديدة، كاين شي موديل جديد. لأنه الملك اللي كنهضرو عليه فاحش الطلع، لاباس عليه بوكو حبة. نتوما عارفين الهنود بصفة عامة مرتبطين واحد الارتباط وثيق بالثقافة ديالهم، فسواء كان ملك، سواء كان رئيس، سواء كان مواطن عادي، فكيلبسوا داك اللباس ديالهم. انا نخلي لكم الصورة، وكيحطوا ديك العمامة، تنقولوا لها حنا العمامة، ما عرفتش شنو تيقولوا لها هما. فعادي الملك هذاك النهار كان لابس لباس ماشي الملكي الرسمي، ولكن لابس اللباس العادي ديال الهند، العادي ديال المواطنين العاديين. ديك تنقولوا ليه حنا الفوقية فايتة شوية، الركبة قصيرة على الفوقية ديالنا، كيلبس حتى واحد السروال وديك العمامة، وخارج كيدور كمواطن عادي في لندن. فملي شاف هذاك المحل وتوجه ليه باغي يدخل، الموظفين ديال داك المحل شافوا فيه ديك النظرة ديال المواطن الهندي البسيط الفقير، فقالوا ليه ما غاديش تدخل، وتصرفوا معاه واحد التصرف غير لائق. فالملك الهندي جاي سينغ، هذا الاسم الشخصي ديالو، ما عجبوش الحال، ما رضاش بالعربية تعرفت. فخرج من المحل ببساطة ورجع للفندق اللي ساكن فيه. فلما رجع للفندق طلب من الحاشية ديالو انهم يتصلوا بنفس المعرض ديال السيارات، ويقولوا لهم بالله راه الملك الهندي جاي سينغ اللي كيدوز العطلة ديالو في لندن غادي يجي للمحل ديالكم وغادي يشوف السيارات اللي فيه. فكذلك كان، اتصلوا بهم وحجزوا موعد وجاو. جا الموكب كامل، بالحاشية كاملة، كاع الناس اللي معاه، بالحارس الشخصي، بكل شيء ليه، باللباس الرسمي الملكي. فلما جاء تفاجأ أنهم فرش ليه البساط الأحمر، استقبلوا مدير الفرع شخصيا. فهنا بان ليه الفرق، وعما زاد حس بالحضرة ديال بصح. فلما استقبلوه داك الاستقبال الباهر، عما زاد حس بالحضرة ديال بصح، وحس بالفرق ديال أن حس بالمواطن الهندي البسيط كيفاش كيستقبلوه وكيفاش كيستقبلوا الشخصيات الكبار. فشنو طلب منهم؟ طلب منهم أنهم يحسبوا لي عدد سيارات اللي كاينين في المعرض. قالوا لي كاينين 10. قال لهم غادي نشري هاد ال10 كاملين وغادي تشحنوهم ليا الهند، والحساب ديالهم كاش، بشرط أن اللي غادي يقوم بهاد المهمة هو نفس الموظف اللي هانو فاش جا من قبل. هذا واحد. ثانيا، غير وصلوا للهند وأمر الناس ديال تما باش يحيدوا لهم السقف ديالهم ويستعملوهم في جمع القمامة، جمع الزبال حاشاكم. فملي ولاو هاد السيارات هادو كيستعملوهم لجمع الزبل، ركزوا عليهم إعلامي، الصحف،
القنوات التلفزيونية ديال داك الوقت، الإذاعات الرسمية ديال داك الوقت، كلشي كيتكلم عليها بالضبط على ديك الشركة، أن السيارات ديالها ولاو كيتستعملوا في المدينة الفلانية في الهند لجمع القمامة. فالخبر انتقل من الجرائد الرسمية، من الجرائد المحلية، الجرائد الوطنية، الجرائد الدولية، القنوات الدولية، فولا كل شيء كيهضر عليهم. ولا حديث الساعة أن السيارة الفلانية اللي كيركبوا عليها كبار الشخصيات ولا كيستعملها الملك الفلاني لجمع القمامة فقط. فالأسهم ديال الشركة نزلوا من طبيعة الحال، المبيعات نقصوا من طبيعة الحال. فما كان على الشركة وهي محطوطة في هذيك الحالة بالضبط إلا أنها تخرج باعتذار رسمي للملك. هذا واحد. ثانيا، عرضوا عليه باش يعطيوه نفس العدد ديال السيارات اللي شرا ولكن بطراز أحدث. وثالثا، أنهم ما يبقاوش يعاودوا داك التصرف مع أي مواطن هندي، يعني سواء في هذاك الفرع ولا فرع تاني. إلا جا شي مواطن هندي باغي يشوف ولا باغي يعرف الأسعار غادي تصرفوا معاه مزيان. بنادم كاموني، هادشي اللي قالوا. فالملك صاحبنا ديال اليوم ملي حس بنشوة الانتصار قال ماشي مشكل، مرحبا، اللي غلب يعرف. ووقف السيارات، مبقاوش كيجمعوا عليهم الجبل، واستلم السيارات ديالو الجدد ولا كيستعملهم في الموكب ديالو. فالخلاصة، شنو استفدنا من القصة ديال اليوم؟ ما عمرك تحقر لواحد، والمظاهر خداعة. ولكن عندي واحد جوج ديال الأسئلة. شنو بان لكم في التصرف ديال الموظف مع الملك الهندي؟ وشنو غادي يكون التصرف ديالو كون كنعرفو ملك من الاول؟ السؤال اللي من بعده، وشنو بان لكم في التصرف ديال الملك الهندي مع الشركة؟ واش التصرف ديالو كان في محله ولا لا؟ او صعيب ان الشركة تتحمل خطأ ديال موظف بسيط؟ واخا انا ماشي مع هاد القضية، لان الموظف قبل ما يخدم في الشركة كيدوز من بزاف ديال الحوايج، كيدير فورماسيون بطبيعة الحال. فإلا كان التصرف ديالو مع الزباين ما ديال الزباين ماشي هو هداك، فالخطأ كيرجع حتى للشركة ماشي الموظف هو فقط، لأنهم هما اللي مسؤولين على السلوكات ديالو وهما اللي اختاروه وهما اللي وظفوه أصلا. ولكن واش هادشي كيعطي الحق أن الملك يدير داك التصرف مع الشركة بصفة عامة، مجرد أن موظف بسيط تصرف معاه ماشي زال ليه؟ كنتمنى أن تخليو الأجوبة ديال هاد الأسئلة هادو في التعاليق. ولأول مرة غادي نقول لكم ديروا اشتراك وديروا جيم، لأنه ما كتصوروش 92% من الناس اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديال هاد القناة ما دايرينش اشتراك. 92%. هاد الرقم هذا ما صراحة كيعجز.